السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا بنات. صباح الخير كده على عيونكم. النهاردة روتين جديد كده. طبعا قمنا من النوم، اتودينا وصلينا الصبح، وقمت جاية داخلة محضرة فطار بسيط كده زي ما انتوا شايفين معايا. جبنة بيضة وسلقت بيض، وقطعت خيار وقتة، وهنا معايا مربى اهي، مربى العلب اللي كنت جايباها من فتح الله معاكم. وخلاص قاعدين بقى هنفطر اهوت. طبعا الجو عمال يمطر والدنيا تحس ان هي حر، مش عارفين الجو اخباره ايه كده يعني، هيرسى على ايه يعني. فطرنا الحمد لله، وقمت جايه داخله عامله للولاد صينيه كيكه. زي ما انتوا شايفينها معايا اهي. هشه خالص. انا عملت صينيه الكيكه دي ببيضتين 2 بس اهو. وكانت جميله خالص ونافشه وهشه. انا هطلع قطعه معاكم كده تشوفوها معايا اهي يا بنات. زي ما انتوا شايفينها معايا اهي. انا طلعت القطعه دي علشان تشوفوا الكيكايه كان علوها ايه معايا. بصوا اسفنجيه خالص اهي. طبعا سكرها كان مظبوط، وكانت صينيه كيكه كانت جميله بصراحه. ان شاء الله باذن الله هبقى انزلها في القناه طريقه عمايلها بمقاديرها. بس انا ما عرفتش اعملها لان عملتها باستعجال كده. قلت عشان لو حد من الولاد عايز ياكل منها يعني مع الشاي بلبن او حاجه ياكلوها يعني. وبس يا حبايب قلب، عملتها بقى وقمت جايه طالعه على السلم بره عشان امسح السلم، لان طبعا الطينه تحت كانت مش كويسه يعني وكده، فمسحته. طبعا ملينا كام جردل الميه وكبيناه وكده علشان يعني ينضف. وهو نضف الحمد لله، ومسحته كويس ونشفت بقى الارض وكده. وقمت جايه حاطه كرتونه تحت على البيت من تحت عشان مستلم ما يتوسخش تاني. اهو يا بنات السلم نضف معايا كان فظيع. هنزل بقى، هطلع الجزدمه احطها وارص الشباشب والحاجات دي كلها فيها، وابقى كده خلصت انجزت حاجه علشان هلبس وهنزل السوق. نزلت السوق وجبت شويه الحاجات ديت. جبت الفلفل ده اهوت عشان هعمل صلصه فلفل احمر باذن الله. باذن الله يعني لو عرفت انزلها على القناه هنزلها. الفلفل ده بيبقى حلو، بيدي للاكل طعم حلو كده. واحنا بنعمل الاكل بيتعمل منه بقى هريسه الشطه اللي انا عملتها ونزلتها في القناه، وبيتعمل صلصه الفلفل الاحمر والحاجات دي كلها. الحته الخضراء بقى اللي زي دي انا بسيبها على الصينيه، بسيبه على الصينيه كده زي ما هو، ما بغسلوش ولا اي حاجه، وما بحطوش في التلاجة. الاخضر ده هيحمر كله وهيبقى زي دي كده. بيسند معاكي الفلفل ده بقى. لو عندك الطماطم بتبقى صفرة، المعلقة من الفلفل دوت بيحمر لك الصلصة كده وبيخليها حلو. وبقى خلاص البامية رايحة خلاص يعني. خلاص بقى دي اخر شروة ليها، مش هنجيب بامية تاني خلاص. اهيت يا بنات. هقمعها وهخزنها بالطريقة اللي انتوا عارفينها معايا. اهي. ودول كده بتنجان جبته عشان ابقى اقليه، لان هطبخ بامية. البامية دي كان الكيلو ب5 جنيه. وخلاص كده جبت الحاجات دي لان كانت حاجات بسيطة، اللي بعوزه بنزل اجيبه. واخدت معايا بقى فرختين من على السطح دبحتهم اهم يا حبايبي. طبعا لازم نغسلهم بقى كويس، مش هنعينهم مش مغسولين. اهي الفراخ اهي ما شاء الله، شايفين حجمها ووزنها.
وشايفين المية بتاعتها هي نظيفة خالص، لازم تبقى ميتها نظيفة. انا بحط في المية ملح وخل وليمون وبغسلها حلو كده وبرمي ملح في قلبها عشان ينزل اي دم فيه. شايفين الفراخ ما شاء الله نظيفة وزي الفل اهي، تشربي منها احلى شرب. بصوا ما شاء الله الفرخة نظيفة وزي الفل اهي. والوزن كمان طبعا تربية بيت دوت، مش تربية مش جايباها من بره. هصفيهم بقى وهحطهم في الفريزر. والغدا بتاعنا بقى النهارده جهزته يا حبايب قلبي. كنت عامله بطاطس مقليه وقليت بتنجان وحدقته طبعا بهريسه الشطه او الفلفل الاحمر اللي كنا عاملينه، ومخلل وسمك مكاريل روسي كنت قلياه، ورز ببصله وقطعت خيار وكده. وده كان غدا اليوم ده زي ما انتوا شايفينه معايا كده اهو. هنتغدى بقى وهشطب المطبخ. خلصنا غدا بقى ودخلت على الاوض كده، شطبت الشقة وما كانش فيها اي حاجة غير حاجات بسيطة كده عايزة تتعمل. زي ما انتوا شايفين كده خلاص اوضة ولادي خلاص اتنضفت اهي. وطبعا دي المنظمات احنا حاطينها علشان بنحط فيها الكتب والحاجة علشان تبقى مروقة. ودي كمان اوضة النوم متروقة برضو، ما كانش فيها حاجة عايزة تتعمل اهو يا حبايبي. كده خلاص الشقة بتاعتي نظيفة ما فيش فيها اي حاجة عايزة تتعمل. وطبعا شطبت المطبخ من مكان الغدا. وادي الصالة كمان يا حبايبي خلاص ما عادش فيها حاجة. طبعا انا جايبة شاشة جديدة ان شاء الله لسه هركبها، وجايبة كسوة ان شاء الله الفيديو الجاي هوريهم لكم. وبس يا حبايب قلبي. طبعا الساعة دلوقتي هي 4:15. وجبت نيش برضو حطيته هنا في المكان ده، هصوره لكم في الفيديو الجاي كله ان شاء الله. شكل الصالة اتغير خالص خالص. كده خلاص يا حبايب قلبي. يا ريت بقى لو اول مرة تشوفي القناة ما تنسينيش في اللايك والشير وتعليق حلو كده منك عشان القناة تكبر ان شاء الله وافدكم اكتر واكتر. بحبكم كلكم في الله، وما تنسيش تحطي لايك للفيديو. السلام عليكم.